السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم وفيديو جديد في قناتكم ملعب الزمالك. فيديو مهم جدا هنتكلم فيه عن أهم أخبار نادي الزمالك. كوبري جديد لنجم الزمالك، صفقة الباك اليمين، وهنتكلم عن طبعا الصفقات المتبقية للزمالك في ميركاتو، تجديد حسام عبد المجيد. هنتكلم عن كل حاجة بالتفصيل، ولكن كالعادة قبل ما أحكي لك الحكاية وقبل ما أحكي لك التفاصيل ما تنساش تصلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. انزل اخبط لايك الفيديو، اشترك في القناة لو أنت أول مرة تشوفنا عشان يوصلك كل فيديوهاتنا. إيه الجديد اللي معانا النهارده ان شاء الله الزمالك هيعلن عن الصفقه الثامنه وهي محمد اسماعيل، لان خلاص الزمالك ما عندوش تاني صفقات خلصت بشكل رسمي. محمد اسماعيل هو الصفقه الثامنه، والنهارده الزمالك باذن الله هيعلن عنها، واللاعب متواجد في تدريبات الزمالك، وبكده الزمالك هيكون وصل الى 8 صفقات حتى الان بشكل رسمي، وتبقي بعض الصفقات زي يعني 3 4 صفقات الزمالك بيضع الرتوش الاخيره فيهم قبل نهايه الميركاتو، ونتمنى ان شاء الله في النهايه كل التوفيق للزمالك. بمناسبة الكلام على محمد اسماعيل، واجب علينا ان احنا كلنا نوجه الشكر لنادي زد. نادي زد نادي احترم كلمته مع نادي الزمالك رغم مزايدة نادي بيراميدز اللي وصل عرض لمحمد اسماعيل ل 60 مليون جنيه. الزمالك كان اتفق على 45 او 37، وبعد كده نادي بيراميدز دخل وعرض 60 مليون جنيه كاش لضم محمد اسماعيل من نادي زد. وهنا نادي زد احترم كلمته مع الزمالك، لان الزمالك كان مخلص كل حاجه مع محمد اسماعيل، وده الكلام اللي احنا قلناه، مخلص كل حاجه ومتفق، واللاعب وقع على الزمالك لمده 5 مواسم. ولكن نادي بيراميدز بعد علمه بان الزمالك خلص اللاعب دخل يزايد على الزمالك عشان على الاقل يعطل الصفقه. ولكن هنا نادي زد واداره نادي زد ناس محترمه، احترموا كلمتهم مع نادي الزمالك رغم ان احنا كنا بنهاجمهم خلال الفترات اللي فاتت طبعا، لان الزمالك كان طلب منهم قبل كده اكتر من لاعب ورفضوا يروحوا لنادي الزمالك وطلبوا ارقام كبيره جدا. فالنهارده انا بشكر نادي زد ان هو نادي محترم التزم بكلمته مع الزمالك، ان هو وافق على بيع اللاعب للزمالك، ولما جاله عرض زياده عن عرض الزمالك ب 15 مليون جنيه ما رضيش ان هو يبوظ الصفقه، وتمسك ان هو يتم اتفاقه مع الزمالك. وده عرفك علاقات جون ادوارد. جون ادوارد مهم جدا لنادي الزمالك، راجل عنده علاقات، والكره في مصر بقت عباره عن علاقات، والناس اللي شغاله وجمهور الزمالك يعني كل الدعم للراجل ده. واتمنى من اداره الزمالك يعني خلي عندكم شويه دم وسيبوا الراجل يشتغل، لان انا عارف ان في بعض اللجان للاسف محسوبه على بعض اعضاء مجلس اداره كالعاده بتضرب من تحت لتحت، لان هو كلهم يعني زعلانين ان هم محرومين دلوقتي من التورته. ما هو اللي بيجي اصلا في المجلس الاداره جاي التورته عشان الصفقات وعشان السمسره اللي بتحصل، فده كله اتقفل. فعشان كده جون ادوارد انا شايف ان هو حتى الان شغال بشكل كويس جدا. الراجل ده لو توفر له مبلغ محترم في اللعيبه اللي قدام كان هيقدر يجيب لك لعيبه محترمه جدا بارقام يعني مش كبيره، ولكن نتمنى له ان شاء الله في النهايه كل التوفيق. شكرا لنادي زد على احترام كلمتهم مع نادي الزمالك. النهارده كمان بالنسبه لقصه محمد السيد، محمد السيد وصلوا عرض من سويسرا، قصدي كوبري من سويسرا، تمام. محمد السيد بقى له سنه في عقده مع نادي الزمالك. محمد السيد مخلص كل حاجه مع الاهلي، وقعد مع مسؤولي الاهلي اكتر من مره، وابوه قعد معاهم. حتى الان محمد السيد رافض يجدد مع نادي الزمالك وبيتهرب من الجلسات. طب ايه اللي هيحصل من محمد السيد؟ محمد السيد يعني خلاص يقال ان هو موجود، جاله عرض من سويسرا من نادي تقريبا هناك، يعني يمكن تقريبا النادي اللي راح فيه القندوسي تقريبا يعني. المهم الزمالك خلال الفترة اللي جاية قبل بداية الدوري الزمالك هيكون حسم ملف محمد السيد، سواء محمد السيد هيجدد أو الزمالك هيبيعه ويستفاد منه، أو ساعتها الزمالك ممكن يجمد اللاعب ده. كل الخيارات مطروحة والملف كله في إيد جون إدوارد. ده بالنسبة لقصة محمد السيد، وأنا شايفها إن هي بواخت. يعني محمد السيد هو راجل أصلا كده كده لعيبة الأهلي اللي هي الشباب اللي زي محمد السيد، ما الأهلي عنده ناشئين ما بيلعبوش أصلا، ما بياخدوش فرصة مع الأهلي. فكده كده محمد السيد حتى لو راح الاهلي هو مش نجم النجوم، هو لاعب كويس ولكن محتاج يلعب عشان يبقى كويس ومهاراته يعني يعني ياخد خبرات ويكتسب. انما هو هيروح يدفن نفسه زي احمد رضا، زي عمرو الساعي، زي اللعيبه اللي راحت والاهلي دمرها خلال السنوات اللي فاتت. فهو عادي، ما عندناش مشكله، اللي مش عاوزنا احنا كمان مش عاوزين. ده بالنسبه لقصه محمد السيد. نروح لتجديد حسام عبد المجيد. خلاص الزمالك هيقدم عرض لحسام عبد المجيد لتجديد تعاقده مع نادي الزمالك وتمديده وتعديله كمان خلال الفترة اللي جاية. الزمالك عاوز يحافظ على حسام عبد المجيد وعايزه يركز مع الفريق، لأن احنا داخلين على دوري صعب جدا، دوري في 21 فرقة، هتلعب الدور الأولاني 20 ماتش وبعد كده تقريبا تلعب 6 ماتشات، فهيبقى في معجنة. فالزمالك عاوز يحافظ على تركيز اللاعب متوقف في عقده موسمين كل الناس عارفة. فالزمالك هيقدم عرض جديد لحسام عبد المجيد خلال الفترة اللي جاية قبل إن شاء الله أو بعد ما الزمالك يخلص قصة الصفقات ونقفل القيد. القيد بالمناسبة هيتم يعني قفل يوم 6/8 قبل الدوري بيومين، يعني يوم الماتش يوم 8/8 يوم الجمعة، يعني تقريبا القيد هيتقفل يوم الأربع. فالزمالك إن شاء الله يعني تقريبا بقى أسبوع، تقريبا بقى أسبوع على قفل باب القيد. فالزمالك إن شاء الله يقدر
يعني خلاص ما عادش وقت. عندنا بعض الصفقات اللي هي لم تحسم حتى الآن، نتمنى أن يتم حسمها في أسرع وقت ممكن، ونجدد لعقده حسام ونحافظ عليه لأطول فترة ممكنة. كمان بالنسبة لقصة أحمد عيد، الزمالك كان عاوز يعمل صفقة تبادلية مع المصري، انا قلت الكلام ده امبارح، وعواد رفض ان هو يخش في صفقة تبادلية. الجديد ان احمد عيد بلغ إدارة نادي المصري برغبته في الرحيل لنادي الزمالك. احمد عيد هو الآخر يبلغ إدارة المصري برغبته في الرحيل إلى نادي الزمالك، والراجل رافض تجديد عقده اللي بينتهي بنهاية الموسم. يعني الراجل ده يحق ليه في يناير ان هو يوقع لأي نادي فري. فالنادي المصري ما قداموش غير حلين، يا اما يبيع اللاعب للزمالك، يا اما الزمالك بقى يوقع معاه في يناير ويجي السنه اللي جايه فري، او يبقى يشتري الست شهور اللي باقيين في يناير. حتى الان الزمالك محتاج باك يمين. الباك اليمين الزمالك بيحاول يخلصه في الوقت الحالي هو احمد عيد لاعب المصري. لو الزمالك او جون ادوارد قدر يوصل لاتفاق مادي مع نادي المصري، تمام، ساعتها هنشوف ايه اللي ممكن يحصل في قصه الباك اليمين. يعني نتمنى بس الدنيا يكون في سرعه شويه، لان ما عادش وقت، خلاص بقى اسبوع. خلاص الناس تقريبا كلها خلصت كل صفقاتها، كل الفرق في الدوري خلصت صفقاتها، بقى الزمالك عنده جناح يمين ان شاء الله يعني خلال 4 ايام هيكون قصته انتهت. عندك مهاجم متوقف على رحيل الجزيرة، وهحكي لك القصه دلوقتي. فان شاء الله الزمالك يلم كل الحاجات دي خلال الاسبوع الحالي، وصفقه حامد حمدان هي الهدف التالي ليون ادوارد. تمام. جون ادوارد بيحاول في الوقت الحالي ان هو يحسم صفقه حامد حمدان، الصفقه المحليه تقريبا المتبقيه، وصفقه احمد عيد مش مهمه. يعني ايه لو تمت خير وبركه، ما تمتش عادي، احنا ممكن نمشي باللي موجودين لحد يناير. احمد ربيع بيلعب باك يمين، محمد شحاته بيلعب باك يمين، فممكن نزق. الزناري نفسه بيلعب باك يمين، وصلاح مصدق ممكن يلعب الباك اليمين، فاحنا ممكن نزق بيها لحد يناير. انما الجناح اليمين لا غنى عنه، ده اللي الزمالك شغال عليه. وحامد حمدان يعني قطعه ناقصه في وسط ملعب الزمالك، والزمالك هيكتمل ان شاء الله بانضمام حامد حمدان باذن الله، اللي الزمالك هيفضل يقاتل عليه لاخر يوم في الميركاتو. بالمناسبه حامد حمدان حتى الان ما انضمش لتدريبات نادي بتروجيت، واللاعب حتى الان رغبته الاولى والاخيره هو الرحيل للزمالك، ده حتى الان. نتمنى ان شاء الله ان في جلسه خلال الساعات اللي جايه ان تحسم فيها قصه حامد حمدان، عشان نقفل القصه دي، وعشان حتى يعني اللاعب يلحق يستعيد تركيزه، لان اللاعب خارج تركيزه خلال الفتره اللي فاتت. فنتمنى له ان شاء الله ولنادي الزمالك كل التوفيق خلال الفتره اللي جايه. إيه الصفقات المتبقيه للزمالك؟ كل الناس خلاص، احنا 8 صفقات بشكل رسمي تم الاعلان عنهم، كل الناس عارفاهم. خلاص الصفقه الثامنه النهارده هيتم الاعلان عنها، محمد اسماعيل باذن الله. الصفقات المتبقيه للزمالك صفقه حماد حمدان، واحتمال كبير احمد عيد لاعب المصري لو الزمالك وصل معاهم لاتفاق مادي. هم طالبين 45 مليون، والزمالك مش هيدفع 45 مليون في لاعب عقده بينتهي بعد الموسم اللي جاي. يعني اللاعب في يناير هاخده ببلاش، فانت قدامك من 15 ل 20 مليون، ده اقصى حاجه بالنسبه لاحمد عيد. ممكن يبقى في لاعيبه واعارات، ممكن لسه حتى الان احتمال يمشي حد، يعني ايشو ممكن، مش عارف اللي ممكن يحصل. ولكن بالنسبه لفتوح لسه حتى الان هو احمد الجفالي، الاثنين مستبعدين وبيتم بيتدربوا منفردين. الاثنين دول مستبعدين من التدريبات الجماعيه وبيتدربوا منفردين. فتوح بسبب ان هو طبعا العقوبه اللي عليه، واحمد الجفالي بسبب طبعا ان هو خلاص في طريقه الى نادي فاركو خلال الساعات اللي جايه، تمهيدا لانضمام جناح يمين محترم جدا. اتمنى ان شاء الله في النهايه كل التوفيق للزمالك. اما بالنسبه لقصه المهاجم، حتى الان الجزيري مكمل. الخطه البديله اللي انا قلت لكم عليها قبل كده، ان الزمالك في حاله ان الجزيري قفلت خالص ومش راضي يمشي، الخطه البديله هتكون لاعب فلسطيني والاقرب عدي الدباغ، ده حتى الان. نتمنى ان شاء الله كل التوفيق للزمالك، وربنا يكرم في اللي جاي. الزمالك بيحاول في قصه وداد الدباغ، لان برضه ناديه طالب رقم كبير، فالزمالك وجون ادوارد بيحاول يقلل المبلغ شويه. فخلينا نشوف القصه دي هتنتهي على ايه. ده بالنسبه لميركاتو الزمالك، متبقي حوالي من 3 ل 4 صفقات. نتمنى ان شاء الله في النهايه ان هم يخلصوا في اسرع وقت ممكن، لان ما عادش وقت. وبكده طبعا نكون وصلنا الى نهايه فيديو النهارده. اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديوهات جايه. سلام.